الفيديو النهارده هقول لك 7 نصايح عشان تحافظ على عضلاتك في شهر رمضان. اول حاجه لازم تتمرن بنفس اوزانك اللي كنت بتتمرن بيها قبل رمضان، هي نفس الاوزان، اوعى تقلل اوزانك، اوعى توصل لمرحله الفشل العضلي، يعني عداتك تبقى مثلا من 6 عدات لحد 12 عده، ما تزودش تمرينك عن 4 5 ايام في الاسبوع، كفايه جدا. عايز تتمرن صح ممكن تتمرن يومين ويوم راحه، يومين ويوم راحه. رابع نصيحه انك تشرب ميه طول فتره الافطار، ما تشربش كميه كبيره مره واحده، اشربها على فترات متقطعه من 3 ل 4 لتر في اليوم. النصيحه اللي بعد كده ممكن تستعين بشويه مكملات، حاجات زي البي سي اي، حاجات زي الجلوتامين، حاجات زي الكرياتين. النصيحه اللي بعد كده لازم تدخل السعرات اللي جسمك محتاجها بالظبط، اوعى تقلل في السعرات. انا عارف ان الوقت في رمضان بيبقى ضيق، حركه انك تختصر في الوجبات او تشيل لك وجبه وجبتين دي هتضرك جدا. واخر نصيحه هي النوم بشكل كافي. طبعا انا في كل فيديو بقول لك النوم مهم جدا عشان الاستشفاء. هتنام لمده 8 ساعات، حاول على قد ما تقدر جوده النوم بتاعتك تبقى عاليه. بس كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون فادتك باي معلومه. ما تنساش اللايك واشتراك في القناه لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصلك. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.